والذي تميل إليه النفس أن الجمعة لا تسقط بالعيد، الجمعة أهم من العيد، اترك العيد ولا تترك الجمعة، لأن صلاة العيد عند جماهير أهل العلم سنة مؤكدة، وبعض أهل العلم ذهب إلى أنها فرض على الكفاية، وقليل من أهل العلم من ذهب إلى أنها فرض عين. أما الجمعة بالاتفاق فرض عين، جمعة أهم من العيد، فإذا كانت الجمعة أهم من العيد فالعيد لا يسقط الجمعة. ثم الجمعة جاء فيها نص: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، نص قرآني. بينما العيد جاء فيه حديثان مختلف في صحتهما، فهل نترك نصا صريحا من القرآن لحديث مختلف في صحته؟ لا يصلح، خاصة أن أكثر أهل العلم على أن الجمعة لا تسقط بالعيد، يعني قول الجمهور أن الجمعة لا تسقط بالعيد.